أنجبت جبال الأوراس بالجزائر مقاتلة أمازيغية شرسة اسمها ديهية أو تيهية بالأمازيغية، ملكة اختلف العرب والأمازيغ حولها وإنجازاتها، فمنهم من قال عنها إنها حاكمة جسورة، ومنهم من وصفها بالكاهنة، وذهبوا أبعد من ذلك ليتهموها بالسحر والشعوذة. لكن مع ذلك فقد أجمع الرواة على أن ديهية كانت من أشد النساء بأسا عبر العصور. يوجد بين المؤرخين خلاف على ديانة الملكة ديهية التي ولدت في عام 585 ميلادية، وحكمت شمال إفريقيا مدة 35 عاما بعد وفاة ملك الأمازيغ أكسل. فبعض الرواة قالوا إنها كانت وثنية تعبد صنما من خشب وتنقله على جمل، وقبل كل معركة تبخره وترقص حوله، فيما قال آخرون إنها كانت تدين بالعقيدة اليهودية. وعن سبب تسميتها بالكاهنة، يرى ابن خلدون أن ديهية كان لها من الكهانة والمعرفة بغيب أحوال قومها ما جعلها تتولى عرشهم، لكن مؤرخين آخرين يرون أن العرب حاولوا تبخيس نصرها عليهم باتهامها بالسحر والشعوذة. استطاعت ديهية بما عرف عنها من حكمة وقوة توحيد القبائل الأمازيغية تحت رايتها لمواجهة الرومان ومن بعدهم العرب المسلمين، بالرغم من أنها اعتلت عرش الأمازيغ في عام 680 ميلادي، أي عندما كانت تبلغ من العمر 95 عاما. وقد اشتهرت بذكائها ودهائها الحربي، وقادت حملات عديدة ضد الرومان الذين كانوا يحتلون جزءا كبيرا من الأراضي الأمازيغية منذ أواخر القرن السادس الميلادي، واستطاعت فعلا استعادة أراضي الأمازيغ مكبدة الروم البيزنطيين خسائر فادحة، وتوسعت مملكتها لتشمل الجزائر والمغرب وتونس وليبيا متخذة من مدينة خنشلا في الأوراس عاصمة لها. بدأ الزحف الإسلامي يستهدف شمال إفريقيا بقيادة حسان بن النعمان، الذي كلفه الخليفة الأموي آنذاك عبد الملك بن مروان ببدء الفتح الإسلامي في تلك المناطق. وفي عام 693 ميلادي واجهت ديهية جيش بن النعمان في معركة بجاية، واستطاعت أن تهزمه مجبرة إياه على الخروج من تونس وطرابلس ليستقر في برقليبية منتظرا المدد من الخليفة الأموي. ويروى أن هدف الملكة ديهية لم يكن معاداة المسلمين، بل إخراجهم فقط من الأراضي الأمازيغية، والدليل على ذلك أنها لم تخرب القيروان أو تقتل المسلمين الموجودين هناك عندما خرج جيش حسان بن النعمان منها، كما أنها أفرجت عن الأسرى من المسلمين وعددهم 80 أسير، مع الإبقاء على واحد منهم فقط هو خالد بن يزيد القيسي، حيث قامت ديهية بتبنيه وأخذته للإقامة معها هي وأبناؤها بالتبني، الذين عددهم 2، أحدهما أمازيغي والآخر يوناني كما يروي المؤرخون. بعد 5 سنوات من تراجع حسان بن النعمان أمام جيش الملكة ديهية، قرر القائد متابعة زحفه لاسترداد الأراضي التي خسرها بعد أن أعاد تهيئة جيشه ووصله المدد من الخليفة الأموي في الشام. وأثناء تلك السنوات ال5 كان خالد بن يزيد الذي احتفظت به ملكة الأمازيغ يمد حسان بن النعمان بمعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والعسكرية في جبال الأوراس وعما يدور في قصر ملكة الأمازيغ. وعندما علمت الملكة ديهية أن الزحف العربي قادم، وأنها هذه المرة لن تستطيع صده كما في السابق، فقررت اتباع سياسة الأرض المحروقة، فمن وجهة نظرها إن العرب يطمعون بخيرات أراضي الأمازيغ، فأمرت بقطع الأشجار وهدم الحصون وحرق المحاصيل من طرابلس إلى طنجة، الأمر الذي أثار غضب الأمازيغ الذين بدأوا يعتقدون أن الملكة قد جنت. ديهية، وبعد أن انتصرت عليه في بجاية، استطاع حسان بن النعمان هزيمة الملكة ديهية والقضاء على جيشها في معركة حملت اسم بئر الكاهنة. باتت الملكة ديهية شخصية شعبية وسط النشطاء الأمازيغ، حتى إنهم شيدوا تمثالا يحيي ذكراها في مدينة خنشلا في الجزائر. وحتى العرب مع اختلاف آرائهم حولها تحدثوا عن قوتها وشجاعتها وشدة بأسها في الحروب، فقد ذكرها ابن خلدون قائلا: ديهية فارسة الأمازيغ التي لم يأتي بمثلها زمان، كانت تركب حصانا وتسعى بين القوم من الأوراس إلى طرابلس حاملة السلاح لتدافع عن أرض أجدادها.